فيديو النهارده لكل عشاق الايس كريم وخصوصا ايس كريم سانداي من ماكدونالدز. مش عارفين نشتريه دلوقتي؟ طب ما تيجي نجرب نعمله في البيت بطريقه سهله جدا وكمان اقتصاديه وبيطلع طعمه حلو جدا زي ايس كريم اللي بنشتريه جاهز بالظبط. في حله بقى صغيره او طاسه هجيب كوبايه من الميه، وممكن يبقوا كوبايتين من الميه او كوبايتين من الحليب او كوبايه وكوبايه زي ما انا عملت كده لو عايزينها تبقى اقتصاديه اكتر. وهحط عليهم باكو من الكريم كراميل، هاخد البودرة بس مش هاخد الكراميل اللي فيه. هضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من العسل الأبيض أو عسل الجلوكوز المتوفر عندك. أنا ما كانش عندي عسل جلوكوز فحطيت عسل أبيض. وقلبت بقى المكونات دي كده مع بعض على نار متوسطة لحد ما يبدأ يغلي، وهتلاقوا إن بودرة الكراميل خلاص دابت. ههدي النار عليه واسيبه 4 دقايق بيغلي على نار هادية لحد ما يبقى بالشكل ده. هنقله بقى في طبق أو في علبة وهدخله على الفريزر. هيقعد في الفريزر لمدة ساعتين، تكون العلبة متغطية من فوق بكيس حتى لحد ما تبقى بالشكل ده. بصوا بقى كريم كراميل متماسك بالشكل ده. هحط عليه بقى كوباية كبيرة من الكريم شانتيه البودرة. اضربه بقى بالمضرب الكهربائي كويس جدا علشان ما يكونش فيه اي تكتلات. الخطوة دي هتاخد معايا حوالي 10 دقايق. طبعا مع الخفق حجمه بيكبر، فانا لقيت ان الطبق معايا ده صغير فهنقلها بقى في طبق اكبر علشان الكمية هتتضاعف وهتشوفوها دلوقتي ازاي. وهستمر بقى في الخفق لحد ما بحس ان هو ناعم جدا ومفيهوش اي تكتلات وتضاعف حجم. طبعا لو متابعيني لحد هنا اتمنى ان انتوا تكونوا اشتركتوا في القناه وعملتوا لي لايك لو الوصفه عجباكم، وتقولوا لي كمان رايكم في التعليقات. بعد ما هخفقه كويس جدا ويبقى بالنعومه والقوام الكريمي ده، هغطي عليه بكيس برضو وادخله على الفريزر ساعتين 3 كمان. ودي اخر خطوة بقى. بعد ما بيطلع من الفريزر برجع اخفقه مرة كمان بالمضرب الكهربائي علشان يبقى قوامه ناعم واقدر انزله من الكيس الحلواني زي ايس كريم ماكدونالدز كده ما بينزل من المكنة. بصوا بقى في المرة التانية بيبقى القوام ناعم ازاي، وفي الخطوة التانية دي ما بتاخدش دقيقة قوامه بيبقى ناعم زي الحرير. وهبدأ بقى احطه في كيس حلواني واشكله في كوبايات بتاعة الايس كريم، او حتى بقى هنعمله كمان في كوبايات بلاستيك زي اللي بنشتريه جاهز بالظبط. بصوا بقى شكله عامل ازاي، متماسك وفي نفس الوقت بينزل معايا بسهولة في الكوبايات. وعلشان بقى نقدمه هنقدمه ب3 انواع من الصوصات. طبعا تقدروا بقى تعملوا النوع المفضل بالنسبة لكم. انا بقى حطيت على واحدة صوص كراميل والتانية صوص فراولة، وكمان عملت بقى الاكتر يعني اللي بحبه اكتر هو صوص الشوكولاتة. بس كده عملنا احلى واسهل ايس كريم. مش حرماكم من حاجة، جربوه بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات وابعتوا لي تطبيقاتكم على الجروب بتاعي وصفات إيمان أيوب على الفيسبوك. أشوفكم الفيديو اللي جاي على خير وبالهنا والشفا.